الجزائري. نعم أكيد نروج للتراث الجزائري، والتراث المرتبط بشهر رمضان المبارك يرتبط بطريقة مباشرة بالمديح الديني أيضا وكذلك بالإنشاد. حديثنا سيكون عن الإنشاد بعد الفاصل. دائما لما نقول شهر رمضان المبارك يرتبط يعني تفكيرنا بنشاطات المختلفة، منها النشاطات الخيرية وكذلك النشاطات الثقافية والفنية المتنوعة، والتي دائما نربطها بالمنشدين والفنانين الجزائريين لنحتز بأصواتهم الجميلة، أصواتهم الثرية اللي دائما ما يمتعون بها يعني طوال السنة، لكن لما يكون فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها ابتهالات يعني مختلفة بلهجات يعني مختلفة لشتى ربوع الوطن، نقول الإنشاد والمديح الديني. ولهذا يعني احنا رانا فرحانين بحضور الفنان محمود ناصر اللي راه حاضر معنا في آخر يوم قبل شهر رمضان المبارك. نقول لك مرحبا بك معنا. الله يسلمك خويا مروان. مرحبا بي عندكم. نشكر قناة التلفزيون الجزائري، قناة سادسة على هذه الاستضافة الطيبة. إن شاء الله نقضي معكم أوقات ممتعة إن شاء الله. أكيد سنستمتع معك ومع صوتك الجميل. المديح الديني والإنشاد لديه يعني فضائل ومميزات كثيرة، من بينها القيم اللي يغرسها منذ الصغر، ومصادرنا تقول بأنه أنت حبيت هذا الفن منذ الصغر. نعم. الحمد لله ربي، يعني الصوت هذا موهبة من الله عز وجل، يعني الموهبة من الصغر، يعني بدينا من الإنشاد يعني الكلمة الملتزمة كلمة طيبة. والحمد لله وما زلنا نتعلموا، مازال حتى الآن مازال نتعلموا، وهذه هي. وإن شاء الله نسمعكم حاجة تكون يعني قال لك ما زلنا نتعلموا، وهذه يعني بتواضع منك يعني لما نرى جودة أعماله. نعم وحجم أعماله. نعم شوفوا باللي دائما، لأنه الإنشاد دائما أو الفن بصفة عامة يرتبط بالتدريب اليومي، هو اللي يخلي أنه الفنون دائما يكون مستمر. لكن قبل ما نروحوا يعني يعني المستوى الراقي اللي وصلت ليه، البداية دائما نحب نحكي عليها أنه غالبية المنشدين بدأوا مع فرق إنشادية. هو كون فرقته الخاصة يعني مروان، هذه الإضافة والنقطة المميزة لو تحكينا على راحة الأرواح. تجربتي في حاد الأرواح عبر القناة الخامسة، قناة القرآن الكريم، كانت تجربة كبيرة ياسر ليا، يعني كسقل الصوت وتعلمنا المقامات، تعلمنا كثير في ليكول تاع حاد الأرواح. نشكر كل الأساتذة اللي يعطيهم الصحة، اللي كان بعد الله عز وجل كان لهم فضل أنهم علموني المقامات ومخارج الحروف والنفس وكيفاش تأدي بطريقة وكيفاش تبتهل، يعني الاحتراف، يعني نقدروا نقولوا احتراف. تجربة كانت كبيرة. هذه أرواح لطبعتين، شاركت في طبعتين وتحصلت على مرتبة ثالثة وطنيا ما بين يعني الحمد لله ربي وفقنا في هذه المرحلة. وشاركت في عدد كذلك، مثلا منشد شارقة كذلك كان لي تجربة. نعم. لما نتحدث الآن عن نقطة مهمة أخرى، هي إبداعك في التراث الجزائري في مختلف الطبوع، يعني ليس فقط في الإنشاد. نعم. أنا يعني من الصغر بديت بالطربيات، نسمع القدود الحلبية، نسمع التراث الجزائري الأندلسي الصحراوي، يعني تشبعت بهذا بالطبوع. الأذن الموسيقية. الأذن الموسيقية أكيد. يقولوا لي كيفاش أنت طرب ومن بعد رحت الإنشاد، يعني كل ما هو فن نظيف، يعني مش هذه هي. الإنشاد بديت حوالي في عمري 15 سنة، بديت في الإنشاد، كونت فرقة السراج الإنشاد حاليا. كلمة الجمعية. نعم. بآلات موسيقية، باسكو الإنشاد تطور، ماهوش كما كان بكري فرقة وكورال، دخلت فيها الآلات الموسيقية مثلا كما مشارقة يعني. إنشاد نشوفوا التطور، فيه تطور يعني ملحوظ هذا العصر. لما كنا نشوفوه يعني قديما الفرق، ولو أني أنا شخصيا نحب يعني الإنشاد القديم لما يكون بآلة الدف والدربوكة وغيرها. الآن صح تطور، لأنه لازم نواكبوا الوقت اللي رانا فيه. لأننا نشاهد أوركسترا كامل. نعم متدربين، يعني كما قلتي أوركسترا كاملة، الآلات الموسيقية المتعددة يعني حتى المعروفة والغير معروفة، وهذا شيء جميل يعطاه نكهة خاصة. لكن لو نحكيو على الإنشاد الجزائري
الخيري يعني بالطابع البوسعادي، الطابع النايلي، الطابع الصحراوي، الطابع تاعنا يعني هنا في العاصمة في البوليدة، الحوزي وغيره. نشوفوا يعني الجمالية تاعو بالآلات القديمة وغيرها. نعم. ويعني مش الالات كل خويا مروان، كاين الات اللي توظفوا في الانشاد مثلا القانون ومثلا العود والناي، هادو هما اللي يعطوا اضافه كبيره، واحد الروحانيات هكا موسيقى. فرق الجزائر يعني طور الانشاد في الجزائر، طور السنين اللي فاتت طور الانشاد في الجزائر. ونعرفوا مثل المسابقات، البرامج الكبيره اللي اغلبيه المنشدين الجزائريين شرفوا الجزائر دوليا في محافل نعم. دوليه. واكيد تشرف الجزائر ايضا عبر اصداراتك المختلفه. اخر اصدار ليك هو اهلا رمضان. ستحدثنا عنه، تعرفنا على كواليس التسجيل والتصوير، ولكن ما رايك ان نمتع الجمهور المشاهد هذا الصباح به قبل؟ ان شاء الله. نعم، فلنتابع ولنستمع معا الى اهلا رمضان. شهر